بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي، قناه مطبخ ماما قدريه. معايا النهارده احلى طريقه للسمك المسلوق القراميط. الطريقه بسيطه جدا وكمان المقادير بسيطه جدا. تعالوا حبايب قلبي نشوف ايه الطريقه وايه المقادير اللي عملنا بها السمك القراميط المسلوق ده. السمك المسلوق ده عباره عن ايه؟ قرموط واحد اهو، مفيش غيره، غسلاه كويس قوي بالدقيق والليمون والخل، ومش عايزه اقول لكم يعني. معايا هنا نص كيلو من الطماطم، غسلاها كويس قوي وعصراها ومصفياها تمام. معايا فلفله واحده، معايا بصله واحده متوسطه. بقت مقاديرنا بقى والتوابل بتاعتنا هنعمل ايه؟ يلا بينا على البوتاجاز هنشوف بقى بقت مقاديرنا البسيطه. اكله بسيطه جدا واكله سهله للحبايب اللي ما بيحبوش الحاجه مسبكه، لا دي حاجات مسلوقه وفي نفس الوقت طعمه جدا وبتدي تيست هايل جدا. حليت الجميله بقى هنا على البوتاجاز زي ما انتم شايفينها كده، وفيها حوالي معلقتين او 3 معالق بس من الزيت. السمك بيحب الزيت يعني ما بيحبش سمن. خلاص مش حاطه دهون كتير، انا بحب كل اكلات لازم ان الدهون فيها تبقى قليله. كمان البصله بقى معايا هي اهي، البصله المتوسطه اللي انا فرمتها في الكبه. انا مش هحمرها ولا هصفرها ماشي، انا بس عايزاها تدبل معايا دبلان خفيف كده، ورشه ملح كده خفيفه تمام كده زي الفل. البصله بتاعتي دبلت خالص اهي، وهي راحه كده لا على الصفار، لا مش عايزاها كده. احط القرن الفلفل بتاعي، على فكره قرن الفلفل ده فصين توم 2 بس مفيش غيرهم، فرمتهم مع قرن الفلفل ده خلاص. وبرده ايه يعني هلف لفه بسيطه كده في قرن الفلفل ده مع البصله اهو. كل شرب الزيت، القرن الفلفل شرب الزيت اهوت. انا مش محتاجه انا زيوت اكتر من كده كده تمام زي الفل، مش عايزه اكتر من كده. احط بقى ايه الطماطم بتاعتي. الطبخه بسيطه جدا وسهله جدا وفي ثواني بنعملها اهو بالشكل ده. بسيب الطماطم بقى لما ايه تبدا يعني تتسبك نص تسبيكه، يعني مش تسبيكه كامله ولا حاجه، لا تبدا بس تنشف حاجه بسيطه. وتعالوا نحضر التوابل بتاعتنا كده تمام. اتسبكت معايا اهي ونشفت خالص اهي. اعمل ايه بقى؟ معايا هنا برضو حبه ميه، ازودها ميه من بتاعه الطماطم اهي بالشكل ده، واسيبها برضو لما تغلي وهنرجع لبعض تاني زي الفل. خلاص هنا الميه بتغلي اهي. هعمل ايه بقى؟ احط السمك بتاعي بالشكل ده كده اهو، لان السمك ده ما بياخدش يعني ما مش بيتغلى كتير، يا دوبك هي ايه حاجه بسيطه كده قلبه والتانيه وخلاص. طيب انا ما حطيتش لسه التوابل. توابل ايه بقى؟ رشه ملح خفيفه، لان انا حاطه ملح في البصله وهي بتتعمل بتتبل، رشه فلفل اسمر، رشه كمون، رشه كزبره، رشه شطه خفيفه خالص، كمان رشه من بهارات السمك خفيفه خالص. تمام كده زي الفل. البهارات ما بتتحطش غير في الاخر خالص علشان السمك هياخد غلوه واحده وهنطفي عليه اهو زي ما انتم شايفينه كده اهو، ياخد غلوه ونطفي عليه ويبقى كده معانا احلى سمك مسلوق، احلى سمك قراميط مسلوق في الدنيا. خلاص حبايب قلبي بدأ يغلي معايا اهوت تمام كده، كمان غلوه صغيره بس وهنطفي عليه كده. خلص الفيديو بتاعنا تمام. السمك المسلوق القراميط زي الفل ما شاء الله ولا قوه الا بالله، مش عايزه غير غلوه واحده بس اهوت. حبايب قلبي اللي دايما بينوروني بالمشاهده ما ينسوش اللايك الجميل بتاع ماما قدريه والاشتراك على القناه علشان يوصلكم كل جديد. جرس صغير كده جنب كلمه اشتراك نحط صابعنا عليه يجينا كل جديد من مطبخ ماما قدريه. حبايب قلبي احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.